السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. برضه فكره الفيديو بتاعت النهارده حلوه جدا يا جماعه. من المفترض يا جماعه ان انتوا عارفين ان درجه الحراره خانقانه جدا يا جماعه في مصر، وصلت ل 45 يا جماعه. احنا كنا بنموت يا جماعه حرفيا في المناطق اللي هي الريفيه زي ما انتوا عارفين يعني ان احنا يا جماعه قبل اي حاجه احنا محافظه الدقهليه. قبل اي حاجه يا جماعه فكره الفلوج بتاعت النهارده هي عباره عن ان احنا هنملى البانيو تلج وهنزل فيه. جسمي مش قادر اصلا يستحمل اي حاجه، بس انا قد اي حاجه وانتوا عارفين ان انا قد اي حاجه يا جماعه. واي حاجه عايزين نعملها اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. اي حاجه نفسكم فيها عايزينها نعملها اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. يلا بينا يا جماعه، هناخدكم واحده واحده كده بالتفاصيل. هنجيب التلج وهنملى البانيو وهنظبط الدنيا كلها وهنشوفوا كل حاجه واحده واحده. ويلا بينا نروح نجهز الدنيا. هنا يا جماعه جبنا التلج ده اهو زي ما انتم شايفين. هو المفروض ان ده كان ميه اصلا، حطيته من بقاله يوم، بس الصراحه ديت انا لسه حطيتها النهارده الصبح، بس اكيد ميه متلجه يا جماعه، مش قادر امسكها اصلا. انا مش عارف انزل بقى بجسمي ازاي اصلا، بس يلا بينا. قشطه يلا بينا. ده اول حله، والحله العملاقه الثانيه اهي. وجبنا التلج يا جدعان، تلج وميه ساقعه. وهنجيب ازازتين كده تلج كنا حاطينهم بقالهم 5 7 8 19 سنين. يلا بينا نروح نجيبهم ونجمع الحاجات في الباث روم. يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا جماعه من قلب الحمام بتاعنا المتواضع، بقول لكم ان انا بقى بملي البانيو اهو. بس المفروض ان انا اختفي اللي بتاع دلوقتي علشان ايه ما يعملش صوت وازعاج، فهنكمل ونجي لكم بعد شويه. من المفترض يا جماعه ان احنا هنحط الحاجه من دلوقتي. دول الازازتين اللي انا قلت لكم عليها، وهنحط الميه علشان يلحقوا يسيحوا في الميه. ما عايز اقول لكم ان الميه شغاله يا جدعان، مش عايز احلف لكم الحمام. اخر الفيديو احلف لكم. حبه التلج اهو زي ما انتم شايفين. هنشيل يلا بينا يا جدعان نكمل اسمه ايه مالي الميه. زي ما انتم شايفين يا جماعه الميه اهي قدامكم زي ما انتم شايفين. طب يا جدعان المفروض ان دي ميه ساقعه برضو مشبره. هنفضيها دلوقتي عشان نسهل المهم علينا شويه. طيب يا جدعان المفروض ان البانيو اتملى اهو. هلبس وهجيلكوا على طول. طيب يا جدعان المفروض ان احنا لبسنا. عايز اقول لكم يا جدعان ان المايه متلجه جدا جدا جدا، مش قادر اقعد فيها، بس تمام كله لاجلكم بس. يلا بينا نبدا. المفروض يا جماعه ان احنا نقعد 3 دقايق في الميه، ولو ما عرفناش كده خسرنا. بس انا يلا 3 2 1. كده هنبدأ 3 دقايق بقى من دلوقتي. المية تلج يا جدعان. بص كده حلو. معلش عايز يجرب يا جدعان يجرب.
برطمان تلج، ميه بتلج 100%، وحاطط كمية تلج فيها بس هم عشان ساحوا بس. مفيدة للجسم يا جدعان وبتقوي الجسم. ولا ساحة ولا مارينا، البانيو بتاعنا أولى بينا. والله انت ظريف جدا. بس مش عايز أطرطش عشان الكاميرا بتاعتي ما تبصش بس. عايز أقول لكم يا جماعة إن أنا اللي بصور وأنا اللي بمنتج وأنا اللي بعمل كل حاجة حرفيا. يا جماعة والله جامدة يا جدعان، جربوها وهتدعوا. أنا معرفش الوقت كام دلوقتي، بس انتوا التايمر هيظهر عندكم في الشاشة وانتوا اللي هتشوفوا بنفسكم. بص كمان كده حلو. تنقى ايه؟ نروح ضغط في المية. جربوش كده يا جدعان، بس هعمل ما تجربوش اللي انا بعمله ده في المية، بس المية عادي. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وحابب اشكركم من قلبي على 100 مشترك، وباذن الله هنوصل 100,000 مشترك مع بعض ونحقق الارقام القياسيه مع بعض، وباذن الله هنوصل ل 200 مشترك وال1000 مشترك مع بعض، وباذن الله هتشوفونا في كل الفيديوهات جايه ان شاء الله، وكل الفيديوهات بنتطور وبنعمل لكم حاجه احلى من التانيه. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده يا جماعه، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.